مع بيبرس أكاديمي هنتعلم حاجة جديدة النهاردة، يلا بينا. لو عايز تعمل كارد زي ده يظهر حجم مبيعاتك ويظهر حجم التغيرات سواء كانت شهرية أو سنوية زي كده بالألوان، ونقدر نحدد فيه ارتفاع أو انخفاض من خلال نظرة واحدة للكارد، ركز معايا. أول حاجة هنعمل كارد نيو، ونيجي هنا نحط إجمالي السيلز اللي عندنا، نخش نظبط شوية حاجات في الفاليو، خلي مثلا الرقم 25 ونغير النوع الخط، والشو بلانك از خليها 0 لما يكون في بلانك، ونيجي هنا نخليه 2 ديجيت عشان يبين الرقم. بعد كده المفروض دلوقتي هنعمل المعادلات اللي هيظهر معانا اللاست مانث واللاست يير. نعملها ازاي؟ نقف هنا ونعمل نيو ميجر ونكتب هنا لاست مانث. اول حاجة هنعمل var الكرنت مانث هيساوي السيلز اللي احنا عاملينها. بعد كده نعمل var معادلة الشهر اللي فات، هتبقى دي من خلال كالكوليت إجمالي المبيعات، وطبعا معادلة ديت اد، نختار التاريخ من الجدول، واحنا عايزين نرجع شهر واحد فيبقى -1، وهنرجع طبعا months، نقفل القوس خلاص كده بتاع كالكوليت، ونعمل النسبة عندنا اللي هي هتبقى var percent مثلا بتساوي divide الكرنت months اللي احنا عملناها ناقص الشهر اللي فات، ده كله نقسمه على الشهر اللي فات ونقفل المعادلة. طبعا بعد كده نعمل ريتيرن عشان نجيب النسبة اللي هتظهر معانا، وهي هتبقى البيري سنت اللي احنا عملناها. يبقى كده خلصنا المعادلة الأولانية الخاصة بلاستومس. لو احنا جينا على الادد كارد اللي احنا عملناه ده، وجينا هنا وعلى الريفرنس ليبل وضفنا اد ليبل وحطينا المعادلة ديت، فهتظهر معانا هي النسبة بتاعت اللاست مانث. طبعا عايزين نعملها نسبة ونعمل بقى السهمين ونبتدي نظبط شوية حاجات فيها، فهنرجع للمعادلة تاني. بعد كده هنضيف معادلة سويتش، نضيف var نسميها فورمات بتساوي سويتش ترو، طبعا يعمل معانا المعادلة دي ان البريسنت بتاعتنا دي لو أكبر من الزيرو يدينا اليوني كير بالرقم ده 3.65، ونقفل القوس. بعد كده نعمل علامة الأند ونديله علامة تنصيص عشان نعمل فاصل، بعد كده أند تانية، نختار معادلة فورمات، الفاليو طبعا تبقى بريسنت، دي هتبقى بالطريقة 200,000 ونعمل علامة في المية ونقفل القوس بتاع الفورمات. ويبقى كده خلصنا أول شرط. هنعمل نفس الشرط تاني ده كده في حالة إن ده أصغر من الزيرو، هنخلي 65 دي هتبقى 67، ونفس بقية الكلام. بعد كده كوما، لو الكلام ده كله مش موجود هيبقى الأساسي بتاعك إيه؟ هيبقى اللي هو ده. ويبقى كده خلصنا معادلة سويتش. الريتيرن بتاعنا هنا هتبقى طبعا فورمات، ونقفل المعادلة. هنبص على طول على الكارد، هتلاقي السهم ظهر معانا ان في ارتفاع عن الشهر اللي فات. دلوقتي هنعمل اللاست يير عشان تظهر معانا، فهناخد نفس المعادلة ونعمل نيو ميجر، ونكتب هنا year، وطبعا في المعادلة دي هنغيرها تبقى year،
كده المعادلة بتاع last year موجودة. هنيجي في الكارت ونخش على reference label ونضيف كمان last year، فهيبقى ظهر عندنا إن فيها فرق كده في last year وارتفاع في الشهر. طيب هنخش هنا على الريفرنس ليبل، نخش على اللاي اوت الأخيرة دي، هنلاقي عندنا اختيار هنا ممكن نعمل النسب عندنا بالشكل ده، أو نخليه كده ونعمل بدل التيبل ليست يبقى بالمنظر ده جميل. وبعد كده ممكن نشيل الباك جراوند كمان بتاع الفاليو، هنختار من هنا بس السيلز وننزل هنا في الباك جراوند عشان تبقى كلها بالأبيض. بعد كده دلوقتي هنروح نعمل المعادلة اللي تخلي لنا البيانات دي بالأحمر والأخضر على حسب السهم طالع ولا نازل، بس ممكن نعمل حاجة بسيطة عشان السالب دوت نشيله اللي هو بتاع اللاست يير. هنيجي هنا في البريسنت اللي هو أقل من الصفر ونضربه في -1. عشان نعمل ألوان هنخش تاني على اللاست مانثs وناخد المعادلة كلها كوبي ونخش هنا على نيو ميجور ونخلي هنا بس conditional formatting. هنغير كل الكلام اللي هو مكتوب دوت، لو أكبر من الزيرو بجرين، ولو أصغر من الزيرو هنخليه ريد، وأي بيانات تانية هنعملها جراي بس، ونعمل انتر. بنفس الطريقة ديت هنختار اللي هي last year ونعملها بنفس الطريقة new measure، ونضيف هنا مثلا conditional formatting. كده هنخش على reference label ونختار sales، وهنا select label last month، نيجي على الفاليو نختار ال FX بتاعتها هتبقى filled row، ونختار conditional formatting بتاع last month وهتلاقي ظهرت معانا باللون الأخضر. هنعمل نفس الكلام على last year، نخش على FX ونختار filled value و last year، هتلاقيها بقت بالألوان بالمنظر ده. طب أنا دلوقتي لو عايز أضيف صورة للكارد بقى، نقفل الكلام ده كله، نخش على الايمج نختار سيلز، نفتح الايمج ونحمل الصورة من على الجهاز، او لو عندك ليها URL هتلاقيها ظهرت معانا بالشكل ده. هننزل هنا نقفل الايمج، هنخش هنا نعمل دي 25 مثلا، فهتلاقيها ظهرت معانا بالمنظر دوت. وممكن نخلي التبين بتاعها اقل شوية تبقى 20 ونخش على account bar نعملها نخليه في التوب، ممكن يبقى خفيف كده 29 ونزوده سنة بس، يبقى كده ضفنا الاكونت بار. ممكن كمان نعمل الحتة بتاع الشيب نخليه راوند كده يبقى بالمنظر ده شكله جميل، وبكده يكون عملنا كارد بيوضح الفروق في المبيعات بشكل جميل جدا وبالالوان كمان، عشان نقدر نظهر الفروقات اللي حصلت في اللاست مانث واللاست يير بكارد واحد بس. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفك في الفيديو الجاي